عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ صاحيين بدري النهارده، صاحيين الساعة 10 بس. بقالنا كام يوم، اسبوع تقريبا ما نصحى بدري قوي، تقريبا 6 الصبح. فدلوقتي واحدة، فنزلت جبت بقى ايه، فول طعمية. بحب انا اقلي الطعمية في البيت، ما بحبش اجيبها مقلية من مكان. وبتنجان مخلل ايمان هتعمله. كانتش ايمان بتحب البتنجان، انا اللي خليتها تحب البتنجان المخلل، مش عارفة ليه، جات لي فترة كده انا عايزة اكله. وفي البيت ومطلعه بقى ايه دلوقتي، كنت عند ماما عندي صداع باين، مش عارفه ايه السبب للصداع ده. فهي بتعمل لبابا كركديه. مالك؟ تعمل لبابا كركديه واسمه ايه ده؟ تعالى هنا يا موسى. بتعمل بابا كركديه ظبط دماغه لانه الضغط عنده عالي، فانا شربت، قالت لي اشربي كوبايه كده، فشربت لقيت دماغي اتظبطت برده شويه. فانا هعمل كركديه وشويه صغننين تمر، عشان الكركديه بيبقى حادق شويه كده، انا مش عارفه بحس مع التمر مع الكركديه حلو. ومطلعه كزبره هحط. كان المشروب ده بتاع مين يا مريم؟ كان بتاع جوش. هحط شويه كزبره صغننين مطحونه على الطعميه، والسمسم لان بحطه مع الاطراف كده من بره. انا بحب اعمل كده الطعميه بطريقه معينه، هعملها واوريها لكم. وايمون عامله بطاطس، هتعمل بطاطس اللي هي البيوريه اللي هي المسلوقه، وهتهرسها. وانا هعمل بيض مقلي، هقليه في زبده. مش عايزاه مسلوق. مش عايزه، ما بحب انا على فكره من وقت ما حملت وولدت وانا بكره البيض اصلا، واكتر طريقه بتخليني اكله ان انا اكله ان هو مقلي. المسلوق ده انا بقرف منه، وما اشم ريحته انا برجع. فمش عارفه في حد زي من بعد ما حمل وخلف حاجات معينه ما بتاكلوهاش، انا كده حاجات معينه ما بقتش اكلها. هروح اجهز الفطار وارجع لكم. بصوا بقى كده، دي البطاطس يعني المهروسه. ببقى بصوا هي بتبقى سخنه كده. وفاكره لما ابوكي كان يعملها بقشرها ويقدرنا نقعد نقشر فيها. بجيب بقى قطعه زبده هي سخنه، وبحط قطعه زبده فيها. استني عايزه ده. بصوا قطعه زبده هي بتسيح. مريم قطعي القالب الزبده وحطيه في العلبه. انت هتسيبي الطريقه. موبايلك فصل ليه؟ عشان هو موبايلي مش عارفه جراله ايه، في حاجه غلط. مش عايزين زبده؟ عندنا زبده صح؟ اه. بصوا هي الزبده بتسيح ان شاء الله مع بعضها. بصوا بتسيح. عايز تقعد تلعب في الاكل اهي. ريحتها حلوه قوي. بصوا صحت اهي. بصي عليها كده عشان اشوف. ماشي، هي بتاكل فول، سيبيها. لا بحط في الطبق ده الاول، عشان لو في زيت. انت سندي وانت ظهري صاحب. هعملها واجي. بصوا اهي، ملح بقى، كمون، كل حاجه مظبوطه، ما تملحيش كتير عشان ما تملحش. وبصوا سايله. ولبن. حطي عليها لبن بيخفف القوام بتاعها. صدرة بتقول لي انا يا مريم، اديها يا مريم. بصوا البتنجان اهو خلص اهو. الدقه بتعمليها ازاي انت عاملاها؟ بصوا كده احنا ما بنقولوش قوي يعني، مش محروق. ودي الدقه بطلعها من الفريزر، اخد الكميه اللي انا عايزاها وادخلها تاني. بعملها بفلفل رومي الوان، اخضر احمر اصفر كله. وخل وكمون وشويه ملح، ما كترش الملح عشان احنا، وليمون. فبصوا ده بيبقى شكلها. بفتح اخد شويه سخنه يا صدر، سخنه يا صدر. اخد منها شويه وادخلها في الفريزر تاني. ما بحطش الشطه، انتوا لو بتحبوا الشطه حطوا شطه، لكن انا ما بحبش الشطه بصراحه. بس كده حاسه كتير قوي. الملح برضو قولوا لهم يبقى قليل، الحاجات دي مش رخمه قوي. ما بحطش ملح كتير. بس ما بحطش ملح كتير. واقفلها كده. صدرها طبعا ماسكه كوبايه لبن، تحط صباعها وتاكل بيه عادي خالص. ده عادي. الفول خلص والطعميه بتتعمل. خلصنا البيض اهو خلصته. هحطه بقى هنا بزبده برضو. لازم ريحه الزبده تبقى مفحفحه بيتش شويه.
هي بتشرب. ايه البيضه اهو. الله. ايه اللي وقع ده؟ انت وقعتي في البتاع؟ حوادث. حوادث. بصوا البتنجان خلص اهو. وده فول باخد سيكه دقه عشان انا من الناس اللي بتحب دقه المخللات في الفول. ودي طعميه اهي. ايه يا سيدي مام يلا عشان ناكل. ماشي. ودي العيش. نسيت اقول لكم على الطعميه، احنا كل البيت عندنا بيحب الطعميه لونها ذهبي مش محروقه. بصوا العيش أهي. ده لونها ذهبي، وحطيت عليها معلقه ونص كده سمسم، وحطيت عليها ربع معلقه كزبره صغننه مطحونه. العيش ده مريم بتحبه قوي من كارفور، بس انا بحس ان هو بيكلم قوي. يعني ايه بيكلم؟ يعني تقيل. ودي بيتي بس بيبقى نضيف، انا بشوف الناس وهي بتعمله نضيف يعني. بس كده خلاص، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. حبيبي ما رقبش تتعدل.